النهاردة يا شباب هيكون عن تسريبات للجزء الثاني من بي بليد اكس وشرح عن نظام البلابل في الجزء الثاني. فطبعا اول حاجة شعار الجزء الثاني يعني من بي بليد اكس هيكون تقريبا بالشكل دوت. وطبعا خلوكم معانا في الفيديو عشان هقول في الفيديو موعد نزول بي بليد اكس على سبيستون مدبلج يعني في التلفزيون. وكمان هشرح عن نظام بلابل اليو اكس اللي هو بتاع الجزء الثاني. ففيديو النهارده فيه حرق، يعني حرق الاحداث، يعني اللي مش عايز يتحرق عليه احداث خلاص ما يتابعش الفيديو ده. فخلونا نبدأ. اول حاجة عندنا لاعبة جديدة، واللي انتم ملاحظين ادي اللاعبة الجديدة. فطبعا اللاعبة الجديدة ديت اسمها يعني بالياباني او مش عارف صراحة اسمها يعني. المهم بلبلها هو البلبل دوت. فدوت هو تقريبا هيكون اول بلبل يجي في الجزء الثاني، وتقريبا هتكون من فريق الاشبال. فمش عارف حاجة يمكن تنضم تقريبا ليهم، وهي على فكرة من الشخصيات الرئيسية في الجزء الثاني، بس مش الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى، هي الشخصية الرابعة. فطبعا الشباب نظام بقى بلابل الجزء الثاني هو طبعا جبت لكم يعني قطع البلبل البنت ديت، عشان ما دام اول بلبل هيظهر في الجزء الثاني خلاص نشوف بقى يعني بالمرة نشرح اسمه ايه ده النظام، وهنشوف قطع البلبل كمان. فطبعا اول قطعة عندنا البليد. فطبعا اللي بيفرق في نظام بلابل البي اكس اللي هو بتاع الجزء الاول واليو اكس اللي في الجزء الثاني، الفرق بكل بساطة هو يا شباب ان الثلاث قطع ده هم المثلثات كانوا في بلابل البي اكس حديد، دلوقتي هم في اليو اكس بلاستيك. فيمكن يعني ده بيدي رشاقة للبلابل. فهو ده بس الاختلاف يعني في النظام بلابل البي اكس واليو اكس. ونبدأ بأول قطعة في البلبل. طبعا البلبل نوعه هجومي ودوران يميني. فطبعا البلبل يا شباب بيتميز في أول حاجة في البليد بتقنية غريبة. أول حاجة عندنا لو ملاحظين هتلاقوا في جناحين، جناح هنا وجناح هنا. فالجناحين دول فيهم بقى جواهم جناحين صغيرين. البلبل يا شباب في عبارة عن لما تطلق البلبل بيكون في جناحين صغيرين بيطلعوا من البليد. لما البلبل تضعف طاقته طبعا هو بيهجم، ولما البلبل تضعف طاقته بيبقى هنا في فراغ يقدر يهجم منه. فهو ده الفرق يعني. فبتزيد يعني ضربات البلبل بس لما تضعف طاقته يعني شوية. القطعة التانية يا شباب واللي هي راتشت 270، يعني اللي هي مفروض فيها منطقتين للهجوم يعني عشان تتناسق مع الجناحين اللي في البليد، وطولها 70 مليمتر. فطبعا يا شباب يعني الراتشت ديت عادية يعني ادي شرحنا ميزاتها. وعندنا اخر قطعة واللي هي بيت ال، مش عارف بصراحة ده اختصار لايه بس مش مهم. البيت يا شباب هي تقريبا فيها 16 خط. هي بلابل اسمه ايه ده يعني في العادة البلابل بيكون في البيتس بتاعهم 12 خط، وفي منهم بيكون عليهم 10 خطوط، وفي بيكون عليهم 16 خط. فالخطوط كل ما تزيد بتزيد سرعة البلبل، وكل ما تقل بتقل سرعة البلبل. لكن لما تقل بتزيد ستامينا، ولما اسمه ده بتزيد بتقل الستامينا ولما هي بتقل الخطوط بتزيد الستامينا. فطبعا يا شباب لو لاحظتوا عند القاعدة هتلاقوا تقريبا هتلاقوا يعني لو ركزتوا ان في خطوط يعني خطوط دمت عن قاعدة هنا في النص. فدمت الخطوط دمت فايدتهم اللي حوالين القاعدة بيخلوا البت تبقى سريعة اكتر. فطبعا ملاحظة سريعة عندنا هنا الهجوم
وهنا الدفاع، وهنا التحمل، وبرضه هنا الهجوم، وهنا الدفاع، وهنا التحمل، وهنا الطول، وهنا عندنا الهجوم، وهنا الدفاع، وهنا التحمل، وهنا السرعة، وهنا قوة فطبعا يا شباب زي ما قلت لكم، ده هجوم، ده دفاع، ده تحمل، ده السرعة، وده قد ايه البلبل ما بيتعملهوش بيرست. فطبعا يا شباب البلبل ليه جهاز طاق خاص واسمه هولد لانشر، فهو الصراحة عبارة عن يعني مقبض وجهاز اطلاق والريبكورد اهو. فطبعا يا شباب البلبل دوت يعني الريبكورد اللي عنده اطول من بقية الريبكوردز بتوع الاجهزة اللي بريبكورد. وطبعا يا شباب يعني الجهاز الاطلاق بيجي منه اكسسوارز، واللي هم تقدروا تحطوهم على الجريب العادي اللي هو المقبض. فطبعا يعني ادي مثلا ثانية اخمل لكم القطع. اظن عندنا هنا قطع فوق خالص اللي انا لونت عليها بالاحمر اللي هي ديت، فالقطعة التانية واللي هي ديت اظنها دي، والقطعة ديت اظنها دي. اما ديت فهي بتتبدل مع يعني ثانية، القطعة ديت يمكن ما تحطوش دي، يمكن تحطوا ديت هنا وتبقى موجودة في جهاز الطاقة هنا. فطبعا يا شباب يعني توقعي بقى امتى ينزل الجزء التاني. طبعا انتوا عارفين ان عرضوا الجزء الاول مرتين او عرضوه مرة. هم خلصوا كل حلقات الجزء الاول، بعدها راحوا عادوا حلقات عرضها تاني. فطبعا يعني عندنا كمان على اليوتيوب منزلين لحد الحلقة 36، فهم لحد الحلقة 36 كل خميس بينزلوا حلقة. فده معناه ان يا شباب ان لما يخلصوا تنزيل الحلقات 51 حلقة على يوتيوب سبيستون هينزلوا الجزء التاني من بيبلت اكس ونقدر نتفرج عليه اخيرا مدبلج. فده طبعا توقعي. فطبعا لو هيعرضوا الجزء التاني بعد ما يخلصوا الحلقات على اليوتيوب يمكن ياخدوا كمان شهر مثلا، بعدها يعني ينزل الجزء التاني، فيمكن ينزل بعد 5 شهور او 6. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. وبس كده، مع السلامة.